وننتقل من مصر بتعمليها ازاي الى مصر بتسكتي ازاي، لان الاحتفالات زادت عند حدها ومش انا اللي كنقول، يعني العالم يقول، مصريين وغير مصريين، والفيديوهات وصلت حتى عند الاجانب، وصراحه استغربوا كيف المنتخب او الدوله تحتفل بهذا الشكل الهستيري، لانها اقصيت من دور 16. وشفنا منتخبات كبيره غادرت من ربع النهائي، من نصف النهائي، من دور 16 ما احتفلتش عادي. لماذا؟ هذا هو الفرق، لان المنتخبات الكبار اللي غادرت في الدور الربع او دور 16 او حتى نصف النهائي كلهم منتخبات مشت وذهبت للمونديال بفكره عينها على الكاس، تريد الكاس، مثل المغرب مثلا. ما عجبناش الحال، اقصينا من ربع النهائي واحنا جد حزينين، ما احتفلناش لان كان عيننا على الكاس فقط. الحاجه الوحيده التي سوف تفرحنا وتخرجنا الى الشارع هي الفوز بالكاس. اما الربع فنحن بلغنا الربع المره الثانيه على التوالي، وبالعكس 2022 كنا في نصف النهايه، يعني حتى الانجاز 2022 باقي ماش نهضر، دونك ما كانش علاش نحتفلوا. اوكي، ولكن هذا مسلسل الاحتفالات في مصر متى سينتهي؟ اتمنى انه يكون فقط اسبوع 10 ايام وخلص، ما يكونش 30 حلقه، وما يكونش فيه اجزاء، الجزء الاول والثاني والثالث والرابع، وما يكونش فيه 30 سنه، لان خاصكم تخدموا مصر. ملف كاس العالم صافي خلاص، شوفوا لقدام، عندنا كاس افريقيا قادمه 2029، وعندنا بزاف البطولات، صافي اطووا الصفحه وقلبوها، ما تعيشوش فيها بزاف. وحاليا مثلا احنا في المغرب حاليا كاين كاس السيدات، وكاينين بزاف، يعني ما تبقاوش غير في الاحتفالات، حان وقت العمل باش ان شاء الله كاس العالم 2030 تحاولوا تتجاوزوا الدور 16 الى الدور الثمن والدور الربع. وقت العمل فقط، كاينه فتره 4 سنين 6 سنين، ليست فتره طويله. العمل بجد واجتهاد. ونخليكم على الفيديوهات ديال العرب واللي منهم مصريين اللي ما عجبهمش الاحتفالات نهائيا وقالوا بانهم راكده، تفرجوا فيهم حتى الاخر. بنحتفل بالفشل، احنا عاملين احتفاليه دلوقتي عشان احنا فشلنا في عبور دور ال 16. المغرب زعلانين ان هم طلعوا من دور الثمانيه. يا رب النت يكون قاطع في المغرب. واه المغرب عامله حداد عشان خرجت من ربع النهائي. احنا ما وصلناش فاينل يا جدعان، ما وصلناش سيمي فاينل عشان نحتفل ونعمل ده كله. احنا لو وصلنا فاينل كنا ضربنا نهوه في الجو. احتفالين وباصين وعملتوا كأس لحالكم. طب يا جماعه، انا حد قال لي امبارح ان احنا خرجنا من دور 16، نمت حزين جدا، صحيت لقيت ده. انا مش فاهم حاجه، يعني احنا خرجنا من ال 16 ولا لسه لينا ماتش مع انجلترا ولا خدنا كاس العالم؟ يا عم المغرب على دماغنا، احنا مالناش دعوه بحد، احنا كل واحد ندور على اللي ناقصه، احنا ده اللي كان ناقصنا. ما يحدث في جمهورية مصر العربية مهزلة، ما يحدث من احتفالات فضيحة ومهزلة. وطبعا هنحتفل بقى، ما احنا اخدنا وصلنا لدور ال 16، هو احنا حد زينا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ منتخب مصر كسب كاس العالم ولا ايه على الحاجات اللي بتحصل دي؟ على الطلاق زودناها في الاحتفالات، اللي هياخد كاس العالم ما هيعمل اللي احنا بنعمله ده. ايه يا جماعه في ايه؟ اول مره اشوف منتخب خارج من كاس العالم وعاملين له حفله، تحتفلوا بايه يا مصر؟ ايه اللي مصر بتعمله ده؟ انا مكسوف، انا قاعد بتفرج على الاحتفالات ومهند عمال ابص بطرف عيني بقول يا رب ما حد يكون شايفنا من الاحراج. المغرب غادرت، المانيا غادرت، هولندا غادرت، كرواتيا غادرت، البرتغال غادرت، النرويج غادرت، كل هؤلاء غادروا في صمت. يعني ما حدش واخد باله ان الموضوع بوخ قوي مننا، يعني الموضوع بقى رخم بصراحه. يعني طالعين من دور ال 16، مقام دور ال 16، مقام هنعمل له مقام. يا نهار اسود، تخيلوا كنا خدنا كاس العالم. يا نهار اسود والنيل عليا وعلى سنين واللي خلفوني وجدودي وجدود جدودي. يا رب المغاربه ما يشوفوا اللي بيحصل ده، مش ناقصه هيستلمونا، مش هيسيبونا تحفيل. ما شفناش منتخب المغرب بعد ما وصل لدور الثمانيه عمل حاجه، ولا شفناهم لما وصلوا للدور اللي قبل النهائي مثلا عملوا احتفالات ولفوا الاستاد ولفوا العلمين موضوع افور قوي تقريبا مننا. يا لهوي دول عملوا حفله بجد الناس في دور 16. ده في حفله، انا قريت الخبر امبارح ما صدقتش، قلت فيك. ادينا بشكل كويس واحتفلنا وتحمسنا وجم، وبالفعل في العالمين تم الاحتفال بيهم والرئيس كرمهم، فبلاش الموضوع بالبلدي كده يبقى ماسخ ودمه تقيل. كنا عن حضاره 7000 سنه يا باشا، احنا الدنيا، احنا ما فيش زينا. احنا عندنا الاهرامات وعندنا النيل ابو الهول، وهي الحضاره الوحيده اللي وقفت في 7000 سنه. ومفيش حد شايف اللي انا شايفه ان احنا افورنا في الاحتفالات، افورنا قوي يا جدعان. يعني انا كنت شايف ان الاحتفال بتاع العالمين ده، الاتوبيس والناس واستقبال الرئيس للعيبه، كان كفايه حد كده. بنحتفل عشان خرجنا من دور ال 16. بالله عليكم شفتوا حد مضحك قد ما احنا بنضحك الناس علينا؟ شوف يا اخي، انا والله بتفرج وانا محرج، واكيد حضرتك برضه محرج، واكيد حضرتك كنت بتتفرجي محرجه. اي حد عنده ذره عقل هيحرج من الوضع اللي بيحصل. احنا اكبر من كده بكتير، ده بنقلب نفسنا باللي احنا بنعمله. المنتخب المغربي وصل للمغرب وهم مستحيين من ابناء شعبهم، رغم انهم كانوا ضمن الثمانيه الكبار في العالم، لكنهم رجعوا مستحيين. ليش؟ لانهم بيذهبوا عيونهم على الكاس، رغم انه افضل منتخب عربي، مع ذلك رحلوا بصمت بدون اي ضجيج. اي حاجه غير كده فضيحه ومهزل. احنا من ساعه ما جينا واحنا عمالين نحتفل. يا جماعه احنا غلابه قوي، والله احنا غلابه قوي يعني.
ولا عملنا ايه؟ حتى العميد نازل مش فاهم في ايه، لقى ناس كتير قوي عماله بتصوت، لسه هيديهم واحده كده لقاهم تبعنا راح مشاوي. بعدين ايه ده؟ كل ده كاس عالم، وطالما عندنا كاس العالم بالحجم ده بنروح نلعب على الصغير ليه؟ 4-5 ايام مقضينا احتفالات، ولكننا مثلا اخدنا كاس العالم بالاحتفالات اللي احنا عمالين نحتفلها دي. في ايه احنا ما سيبناش الارجنتين؟ ما خلاص كفايه كفايه يا جماعه، خلاص الواحد وقف، مش مستاهل يا جماعه كل شويه احتفالات راجل واحد مالين نفس. كمية الإحراج، شيء تحتفلوا بإيه؟ بدوري 16؟ وجايبين تامر حسني وهذا الباص دار مصر كاملة، عنده 10 أيام وهو يدور من حتة لحتة. و370 مقابله على 4500 محطه اعلاميه. مبروك كاس العالم، مبروك. يعني كيف لو ما كان فوز يتيم على نيوزيلندا وخساره مدويه في دور 16، شو كان صار؟ شو كان العمل؟ وايه التيشيرت ده كله؟ مقاس مين التيشيرت ده؟ ما عندناش احنا الاحجام دي، هم ضموا الفيج رامي وده ابراهيم حسن بيعيط، ده مش ابراهيم حسن، ده انا كل 5 دقايق. انتوا طبعا فاكرين اللعيبه هنا واقفه بتصور، لا اللعيبه هنا تلقط شبكه، نعمل لهم ده استغاثه. هم بيلفوا الاستاد ويعملوا كده. يا جماعه احنا خرجنا من دور ال 16 واحنا غلبنا الروم، حررنا المنوفيه، اتهزمنا ورجعنا عادي زي اي منتخب في كاس العالم اتهزم ورجع بلده. والسلام عليكم، والله نعتذر لكم كثيرا. جالي في اي حاجه قلت على ميسي، وانت بتدعي على ميسي اشتم الحكم. انت كده بقيت مصري، بقيت مننا، بقيت واحد تعمل له حفله تكريم. انا كمان نفسي كده ان شاء الله يعني قريب تعملوا لي حفله تكريم لما ان شاء الله انا اخطب، بعد كده اتجوز، بعد كده اعمل فيديو ثاني جديد. لان من شويه كان في احتفاليه في استاد القاهره، وانا كمان شايفه انه كفايه، وعلى راي السعداني خلاص اللعيبه جت واتكرمت وطلعوا في كل البرامج وسمعنا كل القصص وكل الحكايات وكل الروايات. انا شايفه ان احنا المفروض نركز على حاجه ثانيه اهم، والدنيا حلوه يعني، فمالهاش لازمه ان احنا كمان نعمل حفله في استاد القاهره. يا جدعان احنا طالعين، احنا خارجين خسرانين من كاس العالم، احنا ما خدناش كاس العالم. انا شايف ان احنا افورناها قوي بجد يعني، بصراحه انا مش فاهم يعني. الحاجات دي بالنسبه لنا حاجات قليله عن طموحنا. الموضوع ده بالنسبه لك انجاز بالنسبه للوضع الحالي. عرفتوا وقعتوا نفسكم مع مين؟ عرفتوا انها ام الدنيا؟ اتوبيس يالا ولف يالا في الاستاد كله يالا، نزل اللعيبه ويجروا كلهم في الاستاد والناس تفرح. لا عاش، لا كابتن حسام حسن بصراحه نقل الروح بتاعت نادي الاهلي للمنتخب لدرجه ان احنا بنحتفل بالخروج المشرف والتمثيل المشرف. عاش. هادو ما زال عايشين في 7000 سنين. في 2026 ما في ولا دوله عندها ناس يعيشون في المقابر. يعني كنت شايف الاحتفال ده كفايه لحد كده، لكن لسه الاحتفال بتاع القاهره اللي قصدي بيحتفلوا بيه دلوقتي ده، وكل لعيب يطلع برنامج، يعني حاسس ان في اوفر قوي، الموضوع اوفر، الموضوع بقى بايخ، الموضوع بقى مش عارف يعني، انا مش داخل دماغي. والله بنضحك الناس علينا. حسام حسن واخد لعيبته في اتوبيس مكشوف في استاد القاهره، وجايبين عشرات الالاف من المواطنين يحتفلوا بخروج المنتخب من دور ال 16. اونطه فشل. لما نحتفل كم هذه الاحتفالات في مصر يبقى احنا بنبين ان احنا منتخب عنده حرمان، وانا كمصري بتكلم ان انا ما عنديش حاجه بصراحه. يا جماعه في ايه؟ ما كفايه احتفالات، كفايه احتفال حلوه كده، والله حلوه كده قوي حلوه، خلاص حلوه. امال لو كنا فزنا على ميسي كنا عملنا ايه؟ يعني معلش يعني لو كنا عدينا الارجنتين، ده احنا وصلنا دور ال 16. حاجه مختلفه عن العادي اللي احنا بنعمله، ولكن ما توصلش لدرجه الحفله ديت والحاجات دي. مثلا منتخب مصر كان بيعملها ايام ما كان بيكسب كاس افريقيا، لكن احنا بنقعد نمط في الاحتفالات ونمط في الانجاز اللي بنعمله لغايه ما الموضوع بيبقى دمه تقيل. بعد الوكسه ايه يا جماعه في ايه؟ اللعيبه جت من امريكا خلاص، خلص موكب واحتفال واتوبيس مكشوف كفايه، والرئيس كرمهم كفايه خلاص. زهقت امنا يا مصر، شنو هذا؟ في شيء ثاني ما درتوه؟ في شيء ثاني ما عملتوه بعد؟ استقبال واستقبلوكم، كل برنامج في مصر طلعتوا فيه، شو ثاني؟ رئيس واستقبالكم، واحتفالات وملعب وباصات واغاني واستقبالات وحفلات وسهرات شوفي هي حد ينقذهم يا جماعه، حد ينقذنا من اللي احنا فيه. وتامر حسني بيغني لايه؟ مش لسه عامل قديم ماكلهم تورته امبارح؟ هو في ايه؟ يا جماعه انا خايف انام اصحى الاقي مجدي عبد الغني بقى رئيس الفيفا، ومحمد صلاح بقى فتى الفيفا المدلل، وكسبانين فرنسا في النهائي 1-0 ومرموش هو اللي جاب الجول. صعب. مرموش اللي يجيب جول. الا المصريين، يعني انا متخيل دلوقتي رئيس الفيفا والجماعه القائمه على الفيفا وهي قاعده بتتفرج، ماش هذا ان المصريون يحتفلون بكاس العالم. لانهم يعرفوا كيف يصنعوا ضجيج داخل الملعب، بس يعرفوا كيف يلعبوا. الاخ في الطرف الثاني راحوا فاز على نيوزيلندا، ولما خسر ماتش امام الارجنتين قلب الدنيا راسا على عقب وملأ العالم ضجيجا ولا يزال الى اللحظه. ركز على ان احنا نبني بقى جيل علشان المنتخبات اللي جايه، وما يكونش احتفالنا عظيم بالشكل ده بس لمجرد ان احنا وصلنا لدور ال 16. يعني امال لما نوصل للمربع الذهبي مثلا، ولا وصلنا على السيمي فاينل، ولا وصلنا فاينل، هنعمل ايه؟ يعني انا حاسس ان الناس الدول الثانيه تضحك علينا، والله تضحك علينا، تقول لك بص الناس دي كانت محرومه، الناس دي محرومه، فيعني ايه لما صدقوا بقى يعملوا اي حاجه يفرحوا عليها. انت بتقلب نفسك والله، وما عارف مين اللي اقترح ما يشيلهم الفكره دي، مش عارف. احنا لو كنا خدنا كاس العالم كنا عملنا ايه؟ والمصحف الشريف يعني كنا عملنا ايه؟ انا قعدت اتخيل بس ثانيه كده وانا بتفرج على الاحتفال ده، كنا عملنا ايه؟ وكما كتشوفوا معايا ان النظام
خصص 100,000 دولارات من اجل الاحتفال بمنتخب مصر لانجازه الوحيد اللي حققه، وهو انه فاز بمباراه وحيده في المونديال. يا اخواني المغاربه، ومعلش يا كل اللي بيتفرج، احنا لازم نحتفل، احنا لازم نتبسط، احنا لازم نكون سعداء، احنا لازم نعرف العالم كله ان احنا وصلنا لمكانه تاريخيه. على فكره اول ناس يحتفلوا بمجسم كاس العالم هو احنا، النهارده نحتفل بيه. عشان الحاجات اللي زي دي لما هتحسس اللعيبه ان هم عملوا انجاز كبير قوي، اللعيبه ممكن يوصل لها احساس ان احنا ممكن ما نقدرش نعمل ده تاني، فليه نوصل لهم عملنا حاجه مش هنقدر نكررها تاني فيلا نفرح بيها؟ لا، انا حاسس ان احنا نقدر نعمل ده تاني وتالت عادي في كاس العالم، لو عندنا خطه كويسه نقدر نروح لحته بعيده. حاسس ان الموضوع افور قوي، يعني ما كانش مستاهل كل الضجه دي. حفلات وحضرنا، شو هذا امبارح الكرنفال اللي درتوه؟ حنة شيمه هذه. في النهايه احنا مبسوطين معكم يعني صراحه، يعني بس على طريقه مختلفه، يعني طريقه مختلفه. يعني انا لو كنت خدت كاس العالم، مصر خدت كاس العالم، تخيلوها كده، تخيلوها معايا كده في ثانيه، ايه اللي ممكن